في بدايات القرن العشرين كانت مصر لا تزال تحت وطأة الاحتلال البريطاني رغم وجود ملوك على عرشها. الملك فؤاد الأول تولى الحكم عام 1917 في لحظة تاريخية معقدة كانت فيها السلطة الحقيقية بيد الإنجليز، بينما الملك لا يملك سوى جزء من القرار. لكن فؤاد لم يكن حاكما شكليا فقط، بل حاول أن يترك أثرا في تاريخ مصر الحديث. كان من أبرز إنجازاته تأسيس الجامعة المصرية عام 1908، والتي أصبحت فيما بعد جامعة القاهرة. رأى فؤاد أن النهوض بالأمة يبدأ من التعليم، فدعم الثقافة والمؤسسات، وسعى إلى بناء دولة حديثة رغم القيود المفروضة عليه. ومع وفاة فؤاد عام 1936 تولى ابنه فاروق العرش وهو لم يتجاوز 16 من عمره. عاد من إنجلترا ليبدأ حكما مليئا بالتناقضات، فقد أحبه الشعب في بدايته، لكن مع مرور السنوات بدأت صورته تتآكل بسبب ما ارتبط بعصره من فساد، تبذير، وتدهور سياسي واقتصادي. شهدت فترة فاروق لحظات فارقة، أبرزها تدخل الاحتلال البريطاني المباشر في تعيين الحكومة سنة 1942، مما اعتبر إهانة للملك والبلاد، وكذلك الهزيمة في حرب فلسطين 1948، والتي عمقت مشاعر الغضب لدى الشعب والجيش. كل تلك الأحداث مهدت الطريق لثورة 23 يوليو 1952 التي قادها تنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر بالتنسيق مع اللواء محمد نجيب. ومع نجاح الثورة أجبر الملك فاروق على التنازل عن العرش ومغادرة البلاد، لتنتهي بذلك الحقبة الملكية في مصر وتبدأ مرحلة الجمهورية. ورغم أن كل من فؤاد وفاروق حكم في ظل الاستعمار، فإن لكل منهما أثر في تشكيل مصر الحديثة، فؤاد بمؤسساته وفاروق بسقوطه الذي فتح الباب لعصر جديد.